حياكم الله اخواني. خلينا نشوف الفيديو وبعدين ندردش. يعني منذ كذا اسبوع والقيل والقال يتحدث عن عيد الغدير. يا اخي عيد الغدير مسألة مختلقة اصلها خبر آحاد. المتحدث في الفيديو هو جناب الشيخ أحمد حسن طه، اللي هو كبير علماء المجمع الفقهي في العراق لإخواننا أبناء العامة. تعال حبيبي الشيخ أحمد، بعيدا عن الكلام حول عطلة عيد الغدير في العراق، هل هي صحيحة أم لا؟ وبعيدا عن الكلام اللي أنت ذكرته، لكن اللي ذكرته دمار. يعني قضية غدير خم قضية أصلها أخبار آحاد؟ هاي من أي كيس جبتها يا حبيبي؟ بس خلينا نوضح توضيح بسيط للمشاهد حول كلام الشيخ الموقر من قصده بخبر الآحاد. شوف حبيبي، الخبر من ينقل عن النبي أو عن أي شخص معين ينقسم إلى قسمين يصل إلينا، جيد؟ أما أن يكون هذا الخبر الذي يصل إلينا عن طريق التواتر، متواتر معروف، أو لا عن طريق ماذا؟ خبر الآحاد. شنو نقصد بخبر التواتر؟ يعني الخبر اللي رواه كثيرون ويستحيل أن يجتمع هؤلاء ويتواطؤوا على ماذا؟ على الكذب. ولا بد أن يشترط بالتواتر شنو؟ أن يكون مصدر شنو؟ الناقل محسوس نقله، يعني يكون شنو؟ يسمع النبي، يشوف النبي، يعني يكون معاصر علما للحدث. أما خبر الآحاد اللي ذكره حجينا أبو شاب لا يصل إلى حد التواتر الموجود في كتبهم أو كتبنا، فلذلك الخبر المتواتر حجة عندنا وعندهم في المدارس الأصولية الإسلامية. أما خبر الآحاد غير حجة ولكن بشروط. بس لحظة، هو حديث الغدير مثل ما يقول كبير العلماء صدق خبر آحاد؟ انتوا شو تقولوا؟ تعالوا خلينا نشوف من مصادر إخواننا أبناء العامة شو يقولوا. المصدر الأول لشخصية جدا كبيرة من أعمدة المذهب إخواننا أبناء العامة، اللي هو الإمام الذهبي، صاحب كتاب المشهور اللي هو شنو؟ كتاب سير أعلام النبلاء. ينقل هذه الواقعة، واقعة غدير خم، ويقول ماذا بها؟ إنها حسنة، وبالأخير شو يقول؟ إن متنها ماذا؟ متواتر. وهاك مصدر آخر لشخصية جدا كبيرة من أعمدة المذهب السني اللي هو الإمام جلال الدين السيوطي، ينقل في كتابه واقعة غدير خم اللي هو كتاب قطف الأزهار المتناثرة، وينقل ماذا؟ 22 ناقل من الأصحاب حول هذه القضية ينقلون واقعة غدير خم. وهناك شخصيات أخرى يعدون من أعمدة المذهب السني ينقلون واقعة غدير خم في كتبهم، وماذا يقولون؟ يقولون إن هذه القضية ماذا؟ متواترة. وهاك المصادر. فحبيبة وشاب، من جبت هاي السالفة؟ سالفة غدير خم من أخبار الآحاد. خلينا نشوف احنا وياكم هذا الفيديو وبعدين نعلق. غدير خم، الناس مطالبة ومتسماحنة وما حد يعرف حقيقة غدير خم. عند العودة من مكة للحضرة سيدنا النبي مع المصطفى أكثر من 120 صحابي، طار الخبر في الآفاق شمالا وشرقا وغربا وجنوبا. وصل هذا الخبر سيدنا المصطفى قال من كنت مولاه فهذا علي مولاه، وصل لكل العرب. في هذا الفيديو لشخصية معروفة ومهمة في الأوساط الدينية من أبناء العامة، وهو الشيخ خميس العزاوي، خطيب وإمام جامع تكريت في صلاح الدين، يوضح مدى اتساع وانتشار هذه الواقعة اللي هي خبر واقعة غدير خم وين؟ في أرجاء المسلمين. حبيبي وشاب، ترى هذا مو من يمنا ولا من الفرس المجوس، هذا من يمكم أنتم. خلينا نستمع لشخصية أخرى ونعلق. برأينا المتواضع أقوى نقطة في مذهب الشيعة هو حديث الغدير، لأنه من جهة موجود في كتبنا، بكل كتبنا البخاري ومسلم كله متواتر، يعني لا شك فيه ولا ريب، ومن جهة ألفاظه يعني إذا جاز التعبير محرجة، لأن يظهر وكأنه فعلا بيع لسيدنا علي. وهاي الشخصية محل وفاق بينكم، وهي تقول بأن هذه الواقعة
مدى سعة انتشارها في كتبكم وكتبنا، وكذلك كثرة النقال لهذه الواقعة. فأين أخبار الآحاد في واقعة الغدير؟ وأين الشذوذ في هذا الحدث ونقله يا شيخ أبو شهاب؟ خلني نستمع لفيديو آخر لشخصية معتدلة سنية لخطيب معروف اللي هو الشيخ عدنان إبراهيم. فذهب يصنف كتابا عظيما في فضائل الصحابة، وبدأ بفضائل أبي بكر وعمر، ثم بعد ذلك أتى إلى فضائل علي. يقول الذهبي: وجمع 4 أجزاء. تخيل، بحر العلم هذا، بحر الرواية، 4 أجزاء في طرق حديث: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. هنا أنا أستوقفكم لحظات حول كلام كبير العلماء المجمع الفقهي الشيخ أحمد حسن طه. ماذا يقول الذي لا يعتقد بأن واقعة غدير خوم ليست من أخبار الآحاد ولا يعترف بشذوذها؟ خلينا نستمع ونشوف. لكنه تمسك بها من يريد تشظية الأمة، وهذا تشظية الأمة يحقق مآرب المعسكر الآخر، معسكر الاستعمار والكفر والوثنية والمثلية. يعني بالله عليك يا حبيبي يا تاج راسي، يعني هاي الشخصيات اللي ذكرتها من مدرستكم واللي أنتم تجعلونهم أئمة لكم وأعمدة لدينكم، من أمثال السيوطي ومن أمثال الطبري وغيرهم من الشخصيات التي ذكرت الحالية، كل هؤلاء يدعون الأمة إلى معسكر الاستعمار والشذوذ الجنسي، ويدعون إلى تجديد الأمة الإسلامية. ما هذا الخبط يا خال يا أبو شهاب؟ تعال حبيبي أبو شهاب، أنت مثل ما تدعي أنك ماذا؟ كبير علماء المسلمين في المجمع الفقهي. وين؟ في العراق. يعني شنو؟ تمثل أهل السنة. وين؟ في العراق. فالمفروض منك بهذا العنوان وبهذه المكانة تحترم هذا العنوان وتحترم الطرح العلمي الذي تقدمه. فمثل ما قلنا إنك تمثل أهل السنة، فالمفروض أن تأتي بكلامك من السنة، وليس من جيب وكيس العاطفة. يا شيخنا، أنت تقول كلام وعلماؤك يقولون ماذا؟ كلاما آخر. أنت تقول كلام آخر، وكتبك اللي أنت تقدسها والآخرين يقدسونها يتكلمون بكلام آخر. أنا ما أريد أن أقول أنه أنت جاي تدلس، لا، خلي نعتبرها أنه هي سهوة شاطر، ولكن حباب بعد لا تسويها، عيب. موفقين إن شاء الله.